السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو ده إن شاء الله أول فيديو في المتغيرات. هنبدأ نعرف إزاي نعرف متغير بداتا تايب معينة ونديله قيمة ونطبعه عندنا على الشاشة. عندنا حاجتين في المتغير بعملهم ليه: declaration وهي تعريف المتغير، initialization أو الانيشيالايز وهي إعطاء المتغير قيمة، وقيمة ابتدائية. وخليك عارف في الفيديو ده إن اللي إحنا بنديها له دي قيمة ابتدائية. إحنا بعد كده هنعرف حاجة اسمها real sign إن شاء الله في الفيديو الجاي، بس خليك معايا واحدة واحدة. دول 8 داتا تايب، خلينا نعرفهم كلهم كده ورا بعض، وبعدين نبدأ نفهم يعني declaration وassign وinitialize. معلش خلينا بقى نبدأ نكتب المتغيرات دي ونبدأ نفهم يعني ايه declaration ويعني ايه initialization. بنكتب المتغير او بنعرف المتغير ازاي؟ اول حاجة بنكتب الداتا تايب. خد بالك ان دول اسماء الداتا تايب وكلهم سمول، يعني ما ينفعش تبدأ بكابيتال او تبقى كلها كابيتال، لا، تكتب الداتا تايبس كلها اسمه. اول حاجه البايت، خلينا نكتب هنا بايت. انت كده عرفت الداتا تايب. تاني حاجه بتكتبها هو اسم المتغير. اسم المتغير هنسميه اكس، وبعدين القيمه بتاعته بتقول يساوي وبتكتب له القيمه بتاعته، تحط سيمي كولون في الاخر. كده انت عرفت متغير اسمه اكس ومن النوع داتا تايب بايت وعطيته قيمه 10. طيب نعمل شورت وإن نكتب شورت تعريف متغير آخر من النوع شورت اسمه زد equal 20. هنعمل متغير ثالث من النوع integer واسمه y والقيمة بتاعته 30. بعد كده هنعمل متغير من النوع long واسمه w والقيمة بتاعته 40. دول الأعداد الصحيحة. طبعا فيهم يقبل السالب عادي، يعني احنا ممكن عند الشورت نقول ده سالب 20. تمام. بعد كده عندنا الفلوت والدبل وهي الأعداد العشرية. هنعمل متغير من النوع فلوت اسمه يو وبيساوي 1.5. وخد بالك إن الفلوت دايما بنكتب في الآخر it عشان يبدأ يفهم إن ده فلوت. تمام. على عكس الدبل، تعريف الدبل اللي هنخلي دي equal مثلا نكتب 2.5 ومش بكتب في الآخر اف عام. تمام. ده تعريف الدبل. عرفت متغير اسمه دي ومن النوع داتا تايب دبل وأعطيته القيمة 2.5. طبعا أنا لو جيت عند اللونج قلت له إن اللونج بيساوي 41/10 هيجيب لي هنا خطأ. هيقول لي إن البروفايدد أنت عاطيني دبل لكن الريكواير تايب بتاع لونج. تمام. يعني أنا متوقع منك عدد صحيح لكن أنت عطيتي عدد دبل. يعني لو كتبت له هنا هيقول لي ان البروفايد بتاع فلوت تمام. اه اخر حاجتين عندنا هما التشار وهما البوليان. التشار شار اس ايكوال. التشار بنكتبه بين سنجل كوتيشن اللي هي حرف الطه فقط، وبنكتب جوه الحرف اللي انا عايزه وبكتب سيمي كولون في الاخر. كده انا عرفت متغير اسمه اس ونوع الداتا تايب بتاعه تشار، يعني انا اقدر اخزن في حرف واحد بس وعطيته القيمه خزنت في حرف الاسم. طبعا لو كتبت هنا حرفين هيجيب لي خطأ لان احنا اتفقنا ده بنخزن في حرف واحد. اخر حاجه البوليان، والبوليان ده حاجتين اتنين فقط. هنكمل نديله دي ونقول له يا ترو وبياخد مني ترو او فولس فقط لا غير، كالآتي يعني ترو او فولس. دول كده التمانية داتا تايب طريقة تعريفهم بالشكل ده. طيب هل في طرق تعريف تانية؟ وهناخدها دلوقتي، بس خلينا نطبعهم الأول. نعمل سيسكن دوت اوت دوت برنت لين وخلينا نكررها كده أكتر من مرة للعلم. برضو أنا ازاي بخلي السطر ده يتنسخ تحت؟ بدوس على كنترول وحرف الدي بيبدأ يعمل لي نسخة منه في السطر اللي تحت. تمام. هنطبع هنا في الاول، خلي بالك انا استخدمت برنت لين عشان ينزل لي سطر دايق. اطبع هنا اكس، وخد بالك بقى ان انا اصلا لو كتبت اكس هنا، يعني خلينا نشيل دول بس نعرف الحته دي. لو كتبت له هنا اكس بين دبل كوتيشن ايه اللي هيحصل؟
هو احنا اتفقنا في الفيديوهات اللي فاتت ان اي حاجه من الدبل كوتيشن بيبدا يتعامل معاها كنص، فلو طبعنا كده هو بالفعل هيطبع لي اكس اللي انا كاتبها له بين الدبل كوتيشن. طيب كيف بقى اقول له ان انت عندك متغير اسمه اكس اطبعه لي؟ اشيل الدبل كوتيشن، هيروح يدور على متغير اسمه اكس عنده، ولما يلاقيه هيبدا يروح الميموري يشوف القيمه اللي انا مخزنها جواه كام، وهي 10، وهتبدا تطبع لي على ايه؟ الشاشه. تعال نرن كده، طبع لي على الشاشة كام؟ 10. ودي كده القيمة اللي المتغير اكس شايلها في الميموري بتاعه. تمام، حلو جدا. طيب كده احنا عرفنا ان المتغيرات مش بنكتبها بين دبل كوتيشن، ولكن بتتكتب هنا كده. طب لو انا كتبت له متغير مش موجود اصلا زي الام، شوف هو هنا بالنسبة لك احمر، هو مش عارف الام ده ايه. لكن لو انت هنا نزلت عرفت له متغير اسمه ام وأعطيته قيمة، هيبدأ يشوفه كده، والأحمر اللي كان على الإن هيروح بالشكل ده. ولو رنيت هيطبع لك إيه؟ 123. حلو. كان تعالى بقى نطبع الداتا تايبس اللي إحنا إيه كتبناهم بالشكل ده. نبدأ نعمل أكتر من برنتلن ونكتبه. أول حاجة نطبع الإكس، بعدين الزد، بعدين الواي. طبعا أسامي المتغيرات بالشكل ده مش أحسن حاجة ومش صح أصلا. وإن شاء الله في الفيديو اللي بعد الجاي هتعرف إزاي يعني الرولز بتاع الفاريبل نيمز، ازاي تكتب متغير صح يعبر عن الحاجة اللي انت هتعملها بيه. فيعني خليك معايا واحدة واحدة بس ايه عشان ما يبقاش كمل معلومات كبيرة عليك. فإن شاء الله الدنيا بعد كده هتبقى تمام يعني. بعد كده هنطبع ال W ثم ال U ثم ال D ثم ال S وآخر حاجة ال D. خد بالك من حاجة مهمة جدا بعد ما نطبع هقول لك عليها، بس خلينا نشوف الأول إيه الحاجات دي. تعال نطبع. أول حاجة طبعت الإكس فطبع لي 10 أول سطر. تاني سطر الزد طبع لي -20. تالت حاجة الواي طبع لي كام؟ 30. وبعدين 40. 40 دي اللي هي خاصة بالدبليو، والواحد ونص اللي هي خاصة بإيه؟ باليو، والدي اللي هي 2.5، وبعدين الإس طبعا حرف الإس، وبعدين طبع لي إيه؟ طبع لي ترو. الحاجة بقى المهمة ايه؟ كده بقى احنا عرفنا تعريف المتغيرات دي خلاص، فخلينا بقى ايه نعمل لنا متغير كده ونبدأ نعرف عليه شوية حاجات. متغير اسمه اكس من النوع انتجر والقيمة بتاعته 10. خلينا نعمل system دوت اوت دوت println اكس. طبعا اللي هيطبع لي 10. خلاص عرفنا دي. طب لو انا كتبت له، انا خلي بالك كاتب الاكس اسمه، لو انا كتبت له انا اكس كابيتال ايه اللي هيحصل؟ هو مش شايف اكس كده ليه؟ انت معرفه الاسم اكس سمول. اه يعني المتغير لازم تعرفه الاسم اللي انت عرفته للمتغير هو اللي انت تستخدمه. يعني لو كتبت هنا اكس كابت دي هتروح الخطأ، هتروح، ولو طبعا هيطبع لك 10. تمام يعني خلي بالك وانت بتكتب من الاكس سمول والاكس كابيتال وهكذا. او كتبنا هنا مثلا ايدج، والايدج ده قيمته مثلا 23، وهنا قلت له اطبع لي الايدج طبع لي 23. طب انا عايز اكتب كلمة ايدج بيساوي الايدج اللي فوق ده. طبعا عرفنا ان احنا ازاي بنعمل كونكاتينيت. اول حاجة ان انا هعمل دبل كوتيشن وهكتب ايدج ايكوال، وبعدين علامة زائد، وبعدين هكتب له الايدج كايه كمتغير. احنا قبل كده كنا بنكتبه رقم، بس انا اوريدي معاه متغير، والمتغير ده شايل رقم عن الرقم اللي فيه هو 23. فهو كده هيطبع لي الايدج ايكوال 23. عمرنا نشوف بالفعل قال لي الايدج ايكوال 23. طيب دي اول طريقه لتعريف المتغير. في اكتر من طريقه اقدر اعرف بيها متغير. ممكن اول حاجه اعمل الديكليريشن. احنا اتفقنا ان في عندنا حاجتين اتنين في المتغير. اول حاجه ديكلير وهي التعريف، تاني حاجه الانيشاليز او الانيشاليزيشن وهي اعطاء قيمه ابتدائيه. انا كده عرفت متغير اسمه ايدج. ممكن هنا اقول له الايدج ايكوال 10 عادي جدا. هنعمل سيستم، مش عارف انا مسحت عليه بس خلينا نكتبها تاني معلش. هنكتب هنا الايدج هنطبع، مفيش اي اختلاف. دي الطريقة التانية وهي اعطاء الديكليريشن في سطر واحد، وبعدين الانيشاليز في سطر بعد كده. طب لو افترضنا ان انت اصلا ما عملتش initialize، بص هو هنا عطلك خطأ على طول. قال لك ان الفاريبل age ممكن have not been ايه initialized، مش عارف ايه ممكن، بس might not يعني ممكن انت ما عملتلوش initialize بترجمتها في العربية. فانت كده المتغير اللي اسمه age انت
معرفتهوليش، فأنا لما أطبعه كده ورن وأعمل نفسي عبيط إن أنا مش شايف ال age دي، هيقول لك برضو إن أنت مش عامل له إيه، not have been إيه initialized، أنت ما عملتلوش initialize. لكن لما تعمل له initialize سواء هنا هتختفي، سواء نزلت تحت قلت له هنا برضو إيه هتختفي الخطأ وهيشتغل معاك البرنامج عادي جدا. طيب دي أول حاجة. تاني حاجة إن أنا ممكن أعرف أكتر من متغيرين age، يعني كلام بقى نسيب age نعرف x ونعرف y ونعرف z. تمام. ونيجي هنا نقول له الاكس equal 10، الواي equal 20، الزد equal 30. خد بالك بقى ان احنا هنا عرفنا 3 متغيرات مع بعض والتلاتة من نوع انتج، متغير اسمه زد، متغير اسمه اكس، ومتغير اسمه واي، ومتغير اسمه ايه زد، والتلاتة من نفس الداتا تايب، وبعدين اعطيتهم قيم زي كده. خلينا نطبعهم اكس واي زد ونبدأ نرن، هيطبعوا مفيش أي مشكلة. طبعا لو عطيت، لو مسحت واحد كده أو إن أنا نسيت أعمله، بص هيدي هنا ايرور إيه عليه. طيب أنا ممكن أعرفهم، يعني أعمل لهم declaration و initialization مع بعض في نفس إيه، نفس السطر. تعالى نعرف إزاي. خلينا نغير بقى بدل الانت، خلينا ناخد دبل مثلا، هنقول له دبل اكس هيكوال 1.5، وهنعمل كوما اللي هي حرف الواو والكيبورد، ونقول له LZ equal 2.5. وعندنا يا سيدي آخر حاجة إيه الواي equal 10.9. أنت already عملت declaration و initialization لتلات متغيرات x و y و z، ومن نفس الداتا تايب دبل، وأعطيتهم إيه الفاليو بتاعك. هنرن 1.5، وبعدين الواي ب10.9 والزد ايه ب2.5. كده احنا عرفنا في الفيديو ده ازاي نعمل declaration وازاي نعمل initialization لمتغير، وعرفنا يعني ايه declaration ويعني ايه initialization. وخد بالك من حتة ان الديكلاريشن اول ما انت تعمل declaration، يعني لو عملنا انا x بس كده، اذا انت رحت خزنت او حفظت في الميموري، لان راح نشوف الدبل بيخزن كام 64 بتس، انت رحت شغلت في الميموري حيز وقيمته 64 بتس، وسميت او عرفت المتغير ده اسمه اكس. يعني الاكس ده اصبح اول ما نران يعني البرنامج يشتغل هيروح يخزن 64 بتس، او هيشغل حيز 64 بتس من الميموري او الرام بتاعت الجهاز بتاعي، ويعرفهم على انهم متغير اسمه اكس. لما اجي هنا احط قيمة 10، اذا انا رحت للعنوان اللي اسمه اكس في الميموري اللي شاغل مساحة 64 بتس، وحطيت جواه القيمة 10. لما اجي اطبع system دوت اوت دوت برنتلن الاكس، هو بيروح يشوف الاكس دي قيمتها كام في الميموري، وبعدين بيطبعها لي ايه على الشاشة الشكل اللي انت ايه اللي انت شوفه. وخد بالك ان دي اتطبعت دوت زيرو، مع ان انا كاتب 10. ليه؟ لان هو بيتعامل معاه كقيمة عشرية زي ما اتفقنا في ايه في انواع الداتا تايبس. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنبدأ نعرف ازاي نعمل ري اساين للمتغير ده، ازاي نغير قيمته، وازاي ان قيمته في البرنامج هتبقى متغيرة في اكتر من مكان. وان شاء الله يعني انتظرونا الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.